صباح الخير، صباح السعادة، صباح كل حاجة جميلة في الدنيا، صباح الرضا. فيديو النهاردة فيديو جديد هيكون عن الشوبينج ورص بقى الحاجة والتلاجة وكده. فأتمنى ان هو يكون محفز ليكم نقوم نغير نشاطنا وكده ونبدأ النشاط بتاعنا على التلاجة، ديب فريزر، نبدأ نرص، نخلي الدنيا جميلة قبل رمضان. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم وممتع. النوع ده من الفيديوهات مش عارفه، حسيت ان هو بيحفزنا ويحمسنا. كل ست بيت جواها طاقه رهيبه عايزه تطلعها، ولكن مع القوقعه بتاعه الشتاء بنحس ان احنا دخلنا جواها مش عارفين نطلع خالص. فالفيديوهات دي بتحمسنا شويه ان احنا نقوم نغير من مودنا، نقوم نحس بنشاط، غيره كده شويه، نقوم ننجز اللي ورانا. كمان الفيديوهات دي بتدينا طاقة ان احنا ازاي ناخد افكار مختلفة. ممكن ناخد فكرة هي مش كلها بتبقى مننا، ولكن بناخد ثقافات مختلفة، ازاي بيرصوا بيعملوا. مجرد النشاط ان الحاجة بتبقى نظيفة مترتبة قدامنا بتدينا مود جميل قوي، بتدينا كده غيرة كست بيت مصرية اصيلة غيرانة عايزة تقوم تعمل اللي وراها. بس فعشان كده قلت اشارككم النوع ده من الفيديوهات. الفيديو جميل النهارده. هي بتعمل شوبينج وبعد كده بتقوم برص التلاجة بتاعتها. التلاجة ما شاء الله، يعني اللهم ارزقكم الرضا، هي كبيرة قوي، فواخدة كمية حاجات كبيرة، ولكن طبعا كل واحد على حسب مقدرته وكل واحد على حسب حاجته. النوع ده من الفيديوهات بيصير حماس كل مرأة ان هي عايزة تقوم تنجز تخلص اللي وراها. طريقة الرص بتصير كده الغريزة عند المرأة، لا لازم اقوم اخلص اللي ورايا. كمان لو انتي ست عاملة او مرأة عاملة، فالتفريز، طريقة التفريز ان انا لازم افرز الحاجة بتاعت اليوم بيومه، الحاجة تطلع على العمايل بالظبط، بتسهل عليكي يومك كتير. لو لاحظنا ان هي بتعمل كذا كيس لحمة، كذا كيس الاسماك، الحاجات دي ليه؟ لان الاستخدام هيكون يوم بيومه، ما ينفعش الحاجه دي تطلع نفكها ناخد اللي احنا عايزينه وبعدين نشيل الباقي. فكلها كل فيديوهات بتبقى كلها افكار. هي فيديوهات مش صوتيه ولكن بتفيدنا جدا في حياتنا. كمان لو انت عروسه، طريقه الرص نفسها، ايه اللي هتحتاجيه في شوارك، ايه المنظمات، ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها، ايه اللي ما الاقيهاش. وكل حاجه دلوقتي بقت متوفره على اللي هي الشوبينج، مواقع التسوق زي سوق ونون وعلي بابا. الحاجات دي بتبيع اكتر المنظمات وبتبيع الحاجات اللي بنلاقيها في الفيديوهات، فبالتالي بقى سهل جدا انك توصلي للنتيجة المنظمة الجميلة دي.